في شوارع دسوق الهادية اللي بتغرق في الضلمة أول لما الشمس تغيب، بدأت قصة غريبة جدا هزت مركز الشرطة كله وخلت الضباط في دوامة من الحيرة. مراد شاب عادي من عيلة بسيطة جدا دخل اسم الشرطة يومها وهو متوتر جدا ووشه شاحب كده زي اللي كأنه شاف عفريت. قال إنه شاف جريمة بعينه وإنه لازم يبلغ حالا، بس اللي محدش كان متخيله إن القصة دي هتفتح أبواب وأسرار مدفونة بقالها 3 سنين وهتخلي الضباط يواجهوا لغز ما شافوش زيه قبل كده. يلا بينا مع بعض نشوف الحكاية وما فيها من أولها. القصة بتبدأ مع مراد اللي كان في الوقت ده رايح مركز شرطة دسوق في محافظة كفر الشيخ. مراد كان باين عليه التوتر والقلق، وشه ما كانش مرتاح خالص زي اللي شايل هم الدنيا على كتافه. وصل المركز وهو تقريبا رجليه بتخبط في بعض، وقال للعسكري اللي كان واقف هناك انه لازم يبلغ عن جريمة قتل شافها دلوقتي حالا، وانه مش قادر يستنى ولا ثانية زيادة. وعلى طول دخلوه عند الضابط طارق. الضابط ده كان معروف انه جد جدا ما بيحبش الهزار. مراد قعد قصاده وهو لسه بيحاول يلملم نفسه ويظبط الكلام اللي في دماغه ومش عارف يقول ايه. شوية وابتدى مراد يحكي. قال انه طلع بالليل يشرب سيجارة على سطح بيتهم عشان امه كانت منعاه ان هو يشرب سجاير، فخاف ان هي تشوفه فتزعقله، فدايما بيطلع يشرب السيجارة فوق السطح من غير ما مامته ما تعرف. والدنيا ليل والجو كان ساكت جدا، مفيش ولا صوت بني ادم في الشارع. مراد وقف يبص على شارع جنب بيتهم كده، الشارع ده معروف انه دايما ضلمة زي ما يكون مهجور، النور فيه ضعيف جدا. لمح 2 كده داخلين الشارع، راجل وواحدة ست، كان شكلهم زي اي 2 حبايب بيتمشوا، بس في حاجة فيهم خلت مراد يركز معاهم اكتر. الراجل كان لابس جاكيت جينز قديم وكاب فوق دماغه، والست كانت لابسة اشارب خفيف وفستان طويل. كانوا بيتكلموا بهدوء، بس مراد حس ان في حاجة غلط، زي ما يكون في توتر في الموضوع. واقف يراقبهم من بعيد. من هنا بقى بدأت القصة تاخد منحنى تاني خالص. مراد بيحكي وهو بيشرب السيجارة بتاعته على السطح وعينه لسه مركزة على الاتنين في الشارع الضلمة. فجأة لمح حاجة وقعت من ايد الست وهي ماشية، شكلها كانت حاجة صغيرة زي مفاتيح مثلا او محفظة، بس ما كانش واضح قوي من بعيد. الشاب بقى اللي كان ماشي مع البنت وطى بسرعة علشان يجيب الحاجة اللي وقعت منها. طبعا ده وضع طبيعي ان هو هيعمل كده. في اللحظة دي حاجة غريبة حصلت جدا. البنت دي اللي كانت لسه رايحة جاية معاه وشكلها بتحبه جدا وهو كمان بيحبها، طلعت حاجة من ايديها، بس مراد ما قدرش يحدد ايه الحاجة دي بالظبط، بس شكلها كده زي سكينة او آلة حادة. اقل من الثانية ضربته في ظهره، في نص ظهره بالظبط، والشاب وقع على الارض زي الشجرة لما تتكسر بالظبط وسايح في دمه. ومراد واقف على السطح مذهول من الصدمة. الست من غير ما تتردد ثانية جرت زي السهم في الشارع الضلمة. مراد فضل مركز بعينه عليها بيحاول يتبع خطواتها وهي بتلف في الشوارع الضيقة لحد ما وصلت لشارع جانبي بعيد شوية، وبعدها زي ما يكون الأرض بلعتها اختفت خالص. مراد حاول يبص أكتر بس الضلمة والزواق الضيق خلوها تتلاشى. الضابط طارق سمع القصة دي كلها وطبعا شكر مراد على إنه جه وبلغ. أخدوا صورة بطاقته وبياناته كاملة علشان لو احتاجوه تاني يعرفوا يلاقوه. بعدها سابوه يمشي واتجهوا على طول لمكان الجريمة اللي مراد وصفه. بس لما وصلوا الشارع اللي حكى عنه لقوا المفاجأة الكبيرة. اتفاجئوا ان مفيش اي اثر لجثة ولا حتى نقطة دم ولا حتى علامة تبين ايه اللي حصل. الشارع كان هادي جدا زي ما هو، ضلمة وفاضي كأن ما حصلش فيه اي حاجة خالص. الضباط استغربوا وبدأوا يحطوا احتمالات. الاحتمال الأول إن الست ممكن تكون رجعت بسرعة وخدت الجثة وخفتها في مكان تاني، بس ده صعب جدا لأن الوقت قصير وهي لوحدها. الاحتمال التاني إن يكون في حد بلغ مركز شرطة تاني وجت فرقة أخدت الجثة قبل ما هم يوصلوا، بس الاحتمال كان بعيد جدا لأنه لو حصل كده كان لازم يتساب عسكري أو حد يحرس مكان الجريمة لحد ما التحقيق يبدأ. والاحتمال التالت بقى إن يكون مراد بيتهيأله أو إنه بيهزر معاهم، أو الأسوأ إنه عنده مشكلة نفسية وشاف حاجة مش حقيقية. الضابط طارق قرر بقى إن هما لازم يحققوا أكتر في الجريمة دي، بس القصة بدأت تبقى غريبة قوي. الشرطة لما لقوا الشارع فاضي ومفيش أي أثر للجريمة اللي مراد حكى عنها بدأوا يحسوا إن الموضوع فيه حاجة مش طبيعية. رجعوا على بيانات مراد اللي سابها وسابوا موضوع البلاغ للتحريات علشان يشوفوا إيه الحكاية بالظبط. بعد التحريات بقى لقوا إن الاحتمال الأولاني هو اللي حصل فعلا، إن مركز شرطة تاني فعلا اتبلغ عن جريمة زي دي ووصل المكان قبل ما يوصل الضابط طارق هو والفريق بتاعه. بس في حاجة غريبة قوي اكتشفوها لما تواصلوا مع المركز التاني أو اسم الشرطة. يعني الجريمة اللي مراد حكى عنها بالتفاصيل الدقيقة دي، الراجل اللي اتطعن في نص ظهره من فوق والست اللي كانت معاه وجريت والشارع الضلمة، كل ده فعلا حصل، لكن ما حصلش دلوقتي.
ده حصل من أكتر من 3 سنين في 2022. لقوا جثة راجل مرمية في نفس الشارع اللي مراد وصفه، مطعون بنفس الطريقة في أعلى ظهره. وقتها الشرطة فتحت تحقيق كبير جدا وبذلوا مجهود كبير عشان يلاقوا الجاني، بس للأسف ما وصلوش لأي خيط. القضية اتقفلت في النهاية ضد مجهول ومحدش عرف ايه اللي حصل بالظبط. الضابط طارق والفريق بتاعه استغربوا قوي ازاي مراد يجي يحكي عن جريمة بالتفاصيل دي وكأنها لسه حاصلة امبارح مع انها من 3 سنين. هنا قرروا يفتحوا القضية من اول وجديد، واول خطوة كانت انهم يتحروا عن الشاهد اللي ظهر فجأة ده. بس هنا جت الصدمة الكبيرة لما رجعوا على بيانات مراد اللي سابها، اكتشفوا حاجة محدش كان يتخيلها أبدا، إن كل بيانات مراد، الاسم والعنوان ورقم البطاقة، كانت مطابقة تماما لبيانات المجني عليه في القضية القديمة في 2022. يعني مراد اللي المفروض إن هو الشاهد طلع هو نفسه الضحية اللي اتقتل من 3 سنين. الضباط ما كانوش عارفين يفهموا ايه اللي بيحصل، ازاي واحد يجي يبلغ عن جريمته هو نفسه وكأنه شاف الجريمة بعينه. هل مراد ده فعلا هو الضحية وازاي لسه عايش وجاي يحكي، ولا في حاجة تانية أغرب من كده؟ قرروا يتعمقوا أكتر في التحقيق، بس الموضوع بدأ ياخد منحنى غريب جدا، وكأن اللغز ده مش هيترجم بسهولة. الشرطة بدأت تشك إن مراد أو الشخص اللي جه وإدى بياناته قاصد يوجههم للجريمة دي بالذات، فقرروا إنهم لازم يلاقوه ويفهموا إيه الحكاية بالظبط، وإيه اللي بيحاول يعمله، ليه بيجي يبلغ عن جريمة هو نفسه المجني عليها فيه، وإيه قصة الست اللي قال إنه شافها بتقتله. الموضوع كان مليان أسئلة وغموض. أول حاجة رجعوا على صورة البطاقة اللي مراد سابها، دققوا فيها كويس واتفاجئوا إن هي أصلية 100%، يعني ما فيهاش أي علامة تزوير. ولما قارنوا صورة البطاقة بصورة المجني عليه في القضية بتاعت سنة 2022، لقوا إن نفس الشخص بالملي هو اللي في الصورة هو نفسه المجني عليه، يعني اللي جاي يبلغ هو فعلا مراد الضحية اللي المفروض مات من 3 سنين. هنا بدأوا يفكروا في احتمال غريب، يمكن مراد عنده أخ توأم وده اللي جاي يبلغ، وإنه بيحاول بطريقته يخليهم يفتحوا القضية من تاني. بس لما عملوا تحريات عن عيلة مراد اكتشفوا انه ما كانش ليه اخوات غير اخت واحده بس، دي اخته من ابوه اسمها لمياء، يعني ما فيش اي اخ توأم ولا حتى اخوات ذكور تانيين. الضباط حسوا ان حل اللغز ده ممكن يكون في شقه مراد نفسه او مع حد من عيلته، فطلعوا اذن تفتيش لشقه المجني عليه وفتشوها من اولها لاخرها، بس ما لقوش اي حاجه، لا ورق ولا صور او اي خيط يوصلهم لاجابه عن الاسئله اللي بتدور في دماغهم. فقرروا ان هم يفتحوا تحقيق مع كل افراد عيله مراد، وبداوا بامه. لما اتقابلت معاهم كانت في حالة صدمة من كلامهم، قالت لهم ازاي انا ابني مات من 3 سنين، ازاي يجي هو ويبلغ عن الجريمة دي بنفسه. فحكت ان مراد كان كل حاجة بالنسبة لها، سندها وظهرها في الدنيا، خصوصا بعد ما جوزها ما طلقها، وكانت عايشة لمراد وبس، وكانت مكتفية بيه، وخصوصا لما جوزها رجع لمراته الاولانيه اللي مخلف منها بنت. هنا بقى الضباط حسوا ان في سر كبير جدا مدفون، بس ايه هو محدش عارف. هل مراد فعلا مات ولا في خدعه كبيره بتتلعب؟ وبعد كده ابتدوا ان هم يحققوا مع لمياء، حاولوا يشوفوا لو في اي صله بينها وبين القصه الغريبه دي. اللغز كان لسه بعيد عن الحل تماما، بس كل خطوه كانت بتكشف ان في حاجه اكبر بكتير من مجرد جريمه قتل. الضباط وهم بيحققوا مع ام مراد سالوها لو كانت لاحظت اي حاجه غريبه على ابنها في ايامه الاخيره قبل ما يموت. الست قالت لهم ان مراد كان متوتر شويه، بس هي افتكرت ان ده بسبب امتحاناته في الجامعه، مش اكتر من كده. كمان حكت انها اكتشفت انه كان بيطلع يشرب سجاير على سطح البيت من وراها. في يوم من الايام وهي طالعه تجيب الغسيل من على السطح قفشته وهو بيشرب سجاير، وده كان اول مره تلاقيه بيعمل حاجه غلط وكمان من وراها، فزعلت منه قوي وقتها لانها كانت شايفاه انه ابنها المثالي اللي ما بيغلطش ابدا ولا بيعمل اي حاجه وحشه. هنا بقى الضباط استغربوا جدا لما سمعوا الكلام ده، لان الشخص اللي جه يبلغ عن الجريمه قال نفس التفصيله دي، انه كان طالع يشرب سيجاره على السطح علشان امه ما تشوفوش، ومن هناك شاف الجريمه. يعني الكلام مطابق تماما بالملي مع كلام ام مراد اللي كانت بتحكيه. شكروا الست جدا وسابوها تمشي، بس جواهم كانوا في حيره كبيره جدا، لان كل الادله بتقول ان مراد نفسه هو اللي جه يبلغ عن الجريمه، وده طبعا مستحيل لو فكرنا بعقل ومنطق وحقائق العلم. قرروا ان الطريقه الوحيده علشان يحلوا اللغز ده يرجعوا يدوروا تاني على الجاني في قضيه مراد الاصليه اللي كانت من 3 سنين، لان هو الوحيد اللي ممكن يوصلهم للاجابه على كل الاسئله اللي بتدور في دماغهم، وان هو الوحيد اللي هيقدر يحل اللغز. بعد كده ابتدوا يحققوا مع ابو مراد. قال انه كان بيحب مراد قوي ومتعلق بيه، حتى لو كان في مشاكل بينه وبين امه بعد الطلاق، لكن كان واضح ان الاب لسه متاثر بموت ابنه قوي، وانه ما كانش يتخيل ان مراد يتعرض لاي اذى. الضباط طلبوا منه ان هو يوضح علاقه بمراد اكتر علشان يحاولوا يلاقوا اي خيط يربط بين القضيه القديمه واللي بيحصل دلوقتي. الاب حكى ان مراد كان دايما ابن بر بيه حتى بعد الطلاق، وكان دايما بيقابله، بس الغريب بقى ان هما كانوا دايما بيتقابلوا بره بيت ابو مراد. وقال ان مراد عمره ما زاره في بيته عند مراته التانية، لدرجه ان هو ما يعرفش حتى شكل اخته لمياء ايه.
والضابط سأله قال له هل مراد عنده أي حد بيكرهه أو في عداوة بينه وبين أي حد؟ أنكر تماما وقال مفيش الكلام ده، أنا ابني كان محبوب جدا، محدش كان بيقدر يكرهه ولا حتى يعمل عداوة معاه. هنا بقى قرروا ان هم يشوفوا اقرب شخص لمراد مين بالظبط، حد من عيلته حد من صحابه، علشان يوصلوا لاي خيط يحلوا بيه اللغز ده. في التحقيق بقى مع ابو مراد سالوه سؤال، سالوه لو في اي بنت كان مراد متعلق بيها في حياته او مرتبط بيها. الاب قال لهم ان مراد فعلا كان حكى له مره عن بنت عجبته جدا، كانت زميلته في الجامعه. قال ان هو كان معجب بيها قوي، بس لحد اخر مره اتكلموا فيها قال له ان هو ما اعترفش للبنت دي بحبه ولا اخد اي خطوه جديه معاها، لانه كان مستني يخلص امتحاناته الاول. الضباط سالوه عن البنت دي مين ولو يعرفها ولا لا. الاب قال انه ما يعرفش تفاصيل لان مراد كان بيتكسف يحكي له عن الموضوع ده، فقال لهم لو عايزين تعرفوا تفاصيل اسالوا عادل صاحبه، ده صاحبه المقرب ليه جدا لانه كان اقرب واحد لمراد في الجامعه ويمكن يكون عارف حاجه. الضباط قرروا ان هم يستدعوا عادل وبداوا يحققوا معاه. عادل كان مستغرب جدا لان دي كانت اول مره يتحقق معاه في قضيه مراد، حتى لما مراد اتقتل من 3 سنين محدش جاب سيرته ولا سالوه عن اي حاجه، وده خلاه يحس ان الشرطه وقتها ما كانتش مهتمه تدور ورا كل التفاصيل. لما سالوه لو كان يعرف اي حاجه ممكن تفيدهم، عادل انكر ان عنده اي معلومات مباشره عن الجريمه، وقال انه لو كان سالوه من الاول كان ممكن يساعدهم لان كان عارف كل حاجه عن مراد تقريبا. لما الضابط سأله عن البنت اللي مراد كان معجب بيها في الجامعة، عادل قال إن مراد أصلا كان مرتبط. الضباط استغربوا وسألوه عن البنت اللي مراد كان مرتبط بيها. عادل حكى إنها كانت بنت من كلية تانية وكانت أكبر منهم بسنتين، وعادل نفسه ما كانش فاهم ليه مراد متمسك بيها قوي كده ومعجب بيها، بس مرة قعد معاه وحكى له عن إزاي اتعرف. مراد كان قاعد في مكتبة الجامعة وهي جت قعدت جنبه بالصدفة. من هنا بدأت القصة بينهم. الضباط حسوا إن البنت دي ممكن تكون مفتاح مهم جدا في القضية، خصوصا إن مراد كان بيخبي عن أهله حاجات كتير جدا، ويمكن تكون هي نفسها الست اللي قال إنها قتلته. فهنا بقى قرروا ان هم يركزوا مع البنت دي ويحاولوا ان هم يلاقوها، لانها ممكن تكون الخيط اللي فوق اللغز بتاع مراد. عادل لما كمل حكايته عن مراد والبنت اللي كان مرتبط بيها قال ان مراد اول ما شاف البنت دي في مكتبه الجامعه قعدت جنبه بالصدفه من غير ما يتكلموا، ما قالتش ولا كلمه، هو كمان ما نطقش. تاني يوم نفس الموقف حصل تاني وفضلوا كده يتقابلوا في المكتبه من غير كلام لمده اكتر من شهر، لحد ما في يوم من الايام مراد اتجرأ وفتح معاها كلام، سالها عن اسمها وعن كليتها وعرف عنها كل حاجه، وكان طاير من الفرحه وما كانش مهتم ان هي اكبر منه بسنتين ولا انها في سنه التخرج. بدأ يقابلها كل يوم في المكتبه ويتكلموا سوا لحد ما اتعلقوا ببعض قوي. وفي يوم مراد قرر يتجرأ اكتر واعترف لها بحبه، واتفاجئ ان هي كمان بتحبه وقالت له ان حياتها اتغيرت للاحسن من ساعه ما عرفته. وفضلوا يتقابلوا كتير جدا جوه الجامعه وبره الجامعه. مراد كان مقرر ان هو يكلم اهله علشانها ويروح يخطبها، وكل حاجه كانت ماشيه كويس جدا. الضباط سالوا عادل عن اسم البنت، قال ان هو مش فاكر بالظبط، بس قال ان مراد كان كاتب جواب لها قبل ما يموت على طول وملحقش يبعته لها. عادل قال انه هيدور على الجواب ده لما يرجع البيت علشان يلاقي اسمها ويديه للشرطه. الضباط قرروا يبعتوا عسكري معاه علشان يتاكدوا من الجواب وفي نفس الوقت يكملوا تحقيق مع باقي الاطراف. راحوا يحققوا مع ام لميا مرات ابو مراد الاولى. لما سالوها عن مراد انكرت ان هي تعرف عنه اي حاجه او انها شافته قبل كده. قالت ان جوزها ابو مراد يعني عمره ما حكى لها عنه اي حاجه خالص ولا حتى كان بيجي لهم البيت. بعد شويه العسكري رجع اللي كان مع عادل ومعاه الجواب اللي مراد كتبه لحبيبته قبل ما يموت على طول وما لحقش يبعته لها. لما فتحوا الجواب بقى كان فيه دليل زلزل القضيه كلها. مراد كتب فيه عن حبه الكبير للبنت دي، وقال انه مستني يقابلها يوم الخميس 13 نوفمبر، اليوم اللي كان فيه عيد ميلادها وكمان نفس يوم الحادثه اللي مات فيها. كتب انه هياخدها من الشارع اللي بيتقابلوا فيه دايما وبعدها يروحوا يقعدوا في كازينو لان كان محضر لها مفاجاه كبيره. جواب كتب من مراد الى حبيبتي لمياء. هنا الضباط بقى شكوا ان لمياء دي هي تكون نفسها اخت مراد. استدعوا لمياء على طول لانها الوحيده اللي اسمها كده وكانت الخيط الجديد اللي ممكن يكشف كل حاجه. التحقيق مع لمياء كان لازم يبدا فورا لان الجواب ده فتح باب للغز جديد مليان اسئله. الضباط لما بداوا التحقيق مع لمياء كانوا عارفين انها الخيط الاهم في القضيه، خصوصا انها كانت في نفس الجامعه بتاعه مراد في كليه تانية واكبر منه فعلا بسنتين، وكل المواصفات اللي عادل قالها عن البنت اللي كان مراد بيحبها نفس المواصفات اللي موجوده في لمياء اخته. اول ما سالوها عن مراد اخوها قالت ان هي ما تعرفوش ولا حتى شافته قبل كده، وحتى اسم مراد قالت ان هي اول مره تسمع بيه منهم دلوقتي. الضباط حسوا ان هي بتحاول تتهرب فقرروا ان هم يغيروا طريقه السؤال. سالوها عن مراد حبيبها. لمياء استغربت قوي ازاي عرفوا الموضوع ده، فسالتهم عن سبب كلامهم بس هم ما ردوش عليها بوضوح. فسالوها عن اخر مره شافت فيها مراد، بس هي فضلت متوتره جدا وانكرت انها تعرف حد بالاسم ده. لما واجهوها بالجواب اللي مراد كتبه
واللي فيه قال ان هم هيتقابلوا يوم 13 نوفمبر يوم عيد ميلادها، اللي الضباط اتاكدوا فعلا من بطاقتها ان عيد ميلادها يوم 13 نوفمبر. ومع شهاده عادل اللي بتثبت علاقتها بمراد، لمياء انهارت تماما وما كانتش عارفه تتصرف، وواضح انها اتفاجئت ان الضباط وصلوا للمعلومات دي، فضغطوا عليها وسالوها ليه قتلت اخوها، بس هي اتصدمت من السؤال وبدات تحكي الحقيقه. لمياء قالت ان هي اتربت وهي فاقده حنان ابوها، كان دايما بعيد عنها وعن امها، وبسبب النقص اللي عندها دخلت في علاقات كتير مع شباب جدا عشان تعوض الاحساس بالحب والاهتمام، لكنها لقت نفسها بتقع في الرذيله لحد ما اتعرفت على واحد. الشخص ده ضحك عليها ووعدها بالجواز وقرب منها قوي لحد ما وقعت معاه في الغلط، وبعدها اختفى فجأة. دخلت بعدها في اكتئاب شديد وكانت رافضة تماما تتكلم مع اي حد او تدخل في اي علاقة تاني. في الوقت ده اتعرفت على مراد في الجامعة. مراد قدر يخرجها من الحالة دي وخلاها تحس ان هي لسه ممكن تعيش قصة حب حقيقية، وعاشت معاه احلى ايام حياتها. بس المشكله بدات لما مراد بدا يكلمها عن الجواز. لمياء اتوترت قوي لانها ما كانتش عارفه ازاي تصارحه بالغلط اللي هي عملته، وكل ما كان يجيب لها سيره الجواز كان بيلاحظ ان هي بتتحجج وتبعد عنه، وصرحها مره ان شكلها مش عايزاه. هي انكرت في الاول وقررت ان هي لازم تعترف له بالحقيقه لانها ما كانتش قادره تخبي اكتر من كده. لما اعترفت لمراد بكل حاجه في الوقت ده هو سامحها وقال لها ان ماضيها ده ما يهمهوش طالما هي صرحته واعترفت بغلطها. فاتفقوا بقى ان هما يبداوا من جديد، ولمياء كانت طايره من الفرحه ان هي لقت حد زي مراد يحبها بالشكل ده. اتفقوا يتقابلوا يوم عيد ميلادها 13 نوفمبر في الشارع اللي دايما كانوا بيتقابلوا فيه. بس في المقابله دي حست ان سلوك مراد بقى غريب جدا، وكان بيحاول يقرب منها بطريقه ملهاش حدود، ودخلها في شارع ضلمه. فهي قلقت قوي وحست انه عايز يلمسها او يعمل حاجه غلط معاها، فعملت ان في حاجه وقعت من ايديها. ولما مراد نزل يجيبها مسكت ازازه مكسوره كانت مرميه وحطتها في ظهره من فوق وهربت على طول، وهي ما كانتش مصدقه اللي عملته ده. بعد يومين لما ابوها قال ان اخوها مات وحكى تفاصيل الحادثه، لمياء شكت ان مراد هو اللي قتلته، هو اخوها فعلا. ولما حققوا معاها في التحقيق الاولاني خالص من 3 سنين وشافت صوره الضحيه، اتاكدت ان هو فعلا مراد اللي كانت بتحبه، بس حاولت تنكر انها تعرفه. فضلت محتفظه بالسر ده لحد ما الضباط واجهوها بالجواب واعترفت بكل حاجه. الضباط دلوقتي عندهم الجاني لمياء، والدافع هو خوفها من تصرفات مراد الغريبه في الشارع. وهنا بقى اتحل لغز القضيه، بس اللغز اللي لسه ملهوش اجابه هو مين اللي جه بلغ عن الجريمه. الشخص اللي قال انه مراد وادى بياناته ووصف الجريمه بالتفصيل، يا ترى مين؟ هل هو شبح ولا في حد تاني بيلعب لعبه كبيره؟ هنا بقى الضباط قرروا ان هم يرجعوا لكل التفاصيل من الاول ويحاولوا يلاقوا اي خيط يوصلهم للشخص ده، لكن القضيه لسه فيها سر كبير ما اتحلش. يا رب الحلقه تكون عجبتكم النهارده، استنوني في حلقه جديده ان شاء الله علشان نعرف الحكايه وما فيها.